السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في مطبخ الرياض. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الحلوة أو لا طاغط كتجي زوينة بزاف، بمقادير بسيطة، بواحد الكريمة ساهلة، كريم باتيسيير منسمة بالحامض. صدقوني كتجي زوينة بزاف. كنتمنى أنكم تتبعوا الفيديو حتى الآخر باش تشوفوا الطريقة سهلة بزاف، وحتى العجينة راها سهلة بزاف. خليكم معايا باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير. ندوزو على بركة الله. عندي هنايا العجينة ديال صابلي اللي سبق لي شاركتها معكم. عجينة صابلي راني شاركتها معكم وعندي في الفيديو، عندي في القناة. غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. المهم هنايا كما كتشوفوا غادي نطلق العجينه ديال الصابلي ديالي كما بحال غادي نخدم الصابلي. غادي نديرها في وسط جوج بلاستيكات. غادي ناخذ المول ديالي على هذا الشكل هذا، مول متوسط. ممكن انكم تستعملوا اي مول عندكم ديال الدجاجه المربع اللي بغيتو. المهم غادي نغلف داك المول ديالي بهذا الصابلي، بالعجينه ديال الصابلي. كما كتعرفوا بلا ما نحتاجو ندهنوا المول لان العجينه الصابلي راه مخدومه بالزبده والزيت، راه ما كتلصقش. غادي نحاول نصايب العجينه في المول، يعني ما نخليش. نتوما كتشوفوا غادي تبقى تقطع معكم، ولكن غنحاول ندرج هذاك المول كامل بالعجينه ديالي. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه ديال تحضير هاد الحليوه هذه اللي كتجي زوينه ومنسمه بالحامض. بما انه الوقت ديال الحامض هذا، فقلت علاش لا ما نشاركش معكم واحد الحلوه اللي كتجي زوينه بزاف وكيبغيوها الكبار والصغار. ومن بعد ما غلفت العجينه في المول غادي نتكا هكايا بالفرشيطه باش ما تنفخش ليا العجينه. وغادي ندخلها للفران على عافيه مهيله، وغادي نشعل عليها غير لتحت. بحال غادي نطيب الصابلي، راكم عارفين يعني العافيه كتكون مهيله باش يطيب على خاطرو، ما تجيناش العجينه قاصحه وما تنفخ ليناش. من هنايا غادي في هذه الاثناء هذه غادي نوجد الكريمه اللي غادي نحتاج فيها واحد الكاس ديال سنيده، نص كاس ديال عصير حامضه. عندي هنايا 3 المعالق ديال الكريم باتيسيير، وبيضه، ويترو ديال الحليب. غادي ناخذ الحليب. اول حاجه غادي ناخذ داك الحليب وغادي ندير فيه داك القشور ديال الليمون ونخليه يغلى شي شويه، باش يطلق فيه باش يجي فيه داك المذاق ديال الحامض. ومن بعد غادي ناخذ نوجد الكريم باتيسيير ديالنا. غادي ناخذ واحد البيضه اللي ما كبيره ما صغيره، نزيد ليها داك الكريم باتيسيير وكاس ديال سنيده. غادي نخلطو مزيان، غادي نحركو حتى غتخلط ليا ديك الكريمه مع سنيده ومع البيض. ومن بعد غادي نضيفوا ليهم داك الحليب اللي درناه كيغلى مع القشور ديال الحامض، وغادي نديرهم فوق العافيه مهيله حتى كتقال لينا ديك لا كريم وكتولي واجده، يعني اننا نحطوها فوق الحلوى. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير. هنايا زدت واحد 3 المعالق ديال الياغورت بنسمه ديال الحامض. ممكن انكم تستعملوه، ممكن انكم تستغنوا عليه، يعني على كيبقى على حسب الذوق. ممكن انكم ديروا ياغورت بنسمه واحده اخرى، بنسمه الفاني مثلا، فهذا كيبقى على حسب الذوق. غادي نحرك مزيان حتى كيتخلط ليا العناصر كامله. وكما قلت لكم غادي نضيف ليه داك الحليب ونديرو على عافيه مهيله حتى كتعقد ليا ديك لا كريم.
من بعد ما عقدات ليا لا كريم غادي نزيد ليها داك نص كاس ديال الحامض. وغادي نحرك حتى كتولي كريم سائله وفي نفس الوقت عاقده ومنسمه بالحامض. بالنسبه للتزيين ديال الحلوه ديالي انا غادي نحتاج غير العجينه ديال صابلي اللي بقات ليا، غادي نحكها بالحكاكه، حكاكه الراس الغليظ كما كتشوفوا. فهاد العجينه هذه هي اللي غادي نزوق بها الحلوه ديالنا. خليكم معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوه. وهنا من بعد ما طيبت العجينه ديال الصابلي غادي نخوي فيها داك الكريم ديالنا ديال الحامض ديال لا كريم باتيسيير المنسمه بالحامض. غادي نحاول نعمرها كامله، وغادي ندير ديك العجينه ديال الصابلي اللي حكيتها غادي نديرها من الفوق ونرجعها طيب، نشعل عليها غير الفوق يعني من التحت كما كتشوفوا راها طايبه يعني واجده. غادي ندير هذيك العجينه ديال الصابلي اللي حكيتها نديرها من الفوق، يعني غنغطي الحلوه ديالنا كامله ونديرها طيب، نشعل غير الفوق على الحراره مهيله. والحلوه ديالنا هي وجدات، غادي ندير عليها سكر كلاصي. كيبقى بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، يعني ممكن ديروا اي حاجه. كيجي المنظر ديالها زوين وحتى المذاق حتى هو رائع. بالنسبه ديال الحامض صدقوني انها كتجي زوينه بزاف. كنتمنى انكم تجربوا هاد الحلوه هذه ساهله، كتوجد دغيا دغيا، كيبغيوها الكبار والصغار كما كنقول لكم دائما. هانتوما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى. كنتمنى انكم تجربوها وشكرا بزاف. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم. شكرا على التعاليق الزوينه اللي كتشجعوني بها. اللي اول مره كيشوف القناه ديالي كنتمنى انكم تشرفوني بواحد لايك واشتراك باش يوصلكم دائما الجديد. شكرا بزاف على المتابعه. بسلام عليكم.